أهلا بيكم. أنا منى الكردي وانتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست أصوات. الفئة العمرية اللي أغلب اللي بيسمعوني دلوقتي هي فئة مواليد التسعينات والثمانينات وأوائل الألفينات، فتحذير ليهم. الحلقة دي هتسفركم بالزمن 15-20 سنة لورا. في وقت ما لما ما كانش ورانا مسؤوليات، كان في أصوات كده بنحب إن احنا نسمعها وبنقلدها كمان. أصوات اتربينا عليها وربت جوانا قيم ورسائل حلوة جدا بنفتكرها لحد النهاردة. ايه رأيك نرجع بالزمن للفترة اللي قلنا عليها من شوية، من 15-20 سنة فاتوا، وانت لسه مخلص مذاكرتك والواجب بتاعك وجريت على التلفزيون، خدت الريموت، فتحت الكرتون اللي بتحبه وقعدت تسمع بكل حب وتغني معاه هاكونا ماتاتا، حكمة نغمها لذيذ. هاكونا ماتاتا، حكمة نغمها لذيذ. هاكونا ماتاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ، انساه والمستقبل اديه كل التركيز. هذا هو البهريز الفلسفي. هاكونا ماتاتا. هنا اتربينا على قيم وحكم فاكرينها لحد دلوقتي. يمكن وقتها ما كناش فاهمينها قوي أو كنا أصغر من إننا نفهمها، لكن مع الوقت والتجارب بدأنا إن احنا نستوعبها وبدأنا حتى نطبقها في حياتنا اليومية. أصولها ارمي الماضي ورا ظهرك. بص يا ابني، اللي حصل وما تقدرش تغيره. صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. أصوات مش بس رسمت البسمة على وشوشنا، ده كمان رسمتها على وشوش أهالينا وقرايبنا وإخواتنا وولادنا وأصحابنا. ومع إنها باللهجة المصرية، لكن كمان رسمت بسمة على وشوش الوطن العربي كله. أنا الصبي اللي بحق وحقي، قلبي صافي رفيق، لو مرة تهت في طريق عشت في غربة وضيق. أصوات لسه بنتأثر بيها لما بنسمعها وكأننا بنسمعها لأول مرة. لسه بنعيط على مشهد سيمبا وهو بيستغيث لما باباه اتقتل، ولسه بنفرح لفرحة رابنزل بأول مرة تخرج فيها علشان تشوف المصابيح. لسه بنضحك لما بومبا يسأل تيمون وهما باصين للسما، عمركش فكرت النقط المنورة اللي فوق دي تطلع ايه؟ يرد تيمون بكل ثقة، بومبا أنا بفكرش، أنا عارف، دبان منور لازق في السجادة الزرقاء اللي فوق دي. ولسه بنتمنى يبقى عندنا بساط سحري زي بتاع علاء الدين ونشوف جمال العالم من فوق البساط ده احنا وحبايبنا. هاتي ايدك هنشوف دنيا جديدة بتلمع، يا أميرة امتى قلبك كان ليكي يوم دليل. سيبي قلبك ليا وشوف دنيا عجيبة، دنيا بعيدة وقريبة، عالبساط السحر نطير. دي دنيا فوق، ده عالم تاني مش معروف، ما نحسش فيه بخوف وفيه نشوف الحلم يبقى حقيقة. أصوات جمعتنا وملت قلوبنا حب ومعاني كتير حلوة اتعلقنا بيها وبخفة دمها، وكلمة شكر مش هتوفي أصحاب الأصوات دي حقهم، لأن اللي عملوه كان أداء عبقري، من أول اختيار أسامي الشخصيات لحد الإفيهات والتعبيرات المصرية. في شيء جميل ووديع كمان، بس ده كان قاسي وكان متوحش مش إنسان، دلوقتي رقيق قربوا يا طيور، معرفش أنا كنت بخاف إزاي منه وأطير. وصلنا لنهاية الحلقة.
فكروني بإفيهات فاكرينها وبتحبوها للأعمال المفضلة ليكم. شكرا ليكم، دمتم دايما بخير. على فكرة الحلم ده ممكن يبقى عمره طويل. مين؟ الحلم ده ممكن يبقى علم، وعلم جميل. جميل مين يا ماما؟ هقولك لما تكبر.